ولذلك هذا الدعاء بودي أن تكتبوه وأن تقولوه. أنا ما يحتاج أوصيكم في العشاء، بالتعشون من غير ما أوصيكم، لا توصي حريص، أنتم جيدين ما شاء الله في الطعام والشراب، ما يحتاج. عسى السفر تسلم من لكن المسألة الوصية بطعام الروح. أما العشاء ما يحتاج نوصيكم، تحتاجون توصية وصيكم. الإفطار يحتاج نوصيكم فيه. الغداء يحتاج، ما يحتاج، الله المستعان، لا توصي حريص، لكن يحتاج أن نتواصى بهذا الدعاء. من الذي سأله؟ الصديق. من الذي أجابه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال قل إذا أصبحت، اسمعوا الغداء، اسمعوا الإفطار، اسمعوا الغداء والعشاء الحقيقي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالإيش؟ بالغداة. هذا الغداء يا إخواني الحقيقي، والعشي هذا العشاء الحقيقي. اصبر نفسك، اربطها، لا تربطك، سر بها، اركب عليها إلى الجنة، لا تركب عليك إلى النار، قدها إلى المسجد، ذلكم الرباط، اربطها. هذه النفس ربطت سلكا، هذه النفس ربطت سقفا، هذه النفس ربطت سجادة وربطت عمودا، اربطوها. قولوا تعال انت يا نفس، ربطتي حتى الصامولة تربطها سنة سنة. فلذلك لا بد من ربطها على طريق الجنة. أيها المؤمنون، قال يأمرون بالمعروف وينهون. سبحان الله، كلها أنفس، لكن تلك أنفس خابت وتلك أنفس زكيت. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. اللهم فاطر السماوات، أسأل الله لمن حفظ هذا الدعاء النبوي وعمل به من هذه الليلة أن يقيه الله شر نفسه وشرور نفسه وشر الشيطان وشر الشركة، وأن يقيه شر الدنيا والآخرة. قولوا آمين. ومن قال آمين ولو عبر الشريط ولو عبر التسجيل، أسأل الله لمن سجل ووزع الشريط ووزع الخير وبلغ الخير أن ينظر الله وجهه وأن يجري ثوابه كما أجرى أنفاسه، فإن الدال على الخير كفاعله، وفاعله من أهل الجنة بإذن الله ومشيئته. قل إذا أصبحت يا إخواني، هذا أهم من الغداء والعشاء والإفطار. قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وتروا أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يأتي عند النوم يخدر العبد من أجل ينام ولا يقول هذا الذكر، فانتبهوا، لا يخدركم بمخدره ولا يوسوس لكم بوساوسه. واجلس في فراشك وقل هذا الذكر ولا تنم إلا عليه. قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. اللهم فاطر السماوات والأرض. الله أكبر، الله أكبر. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه. الله أكبر. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا الدعاء النبوي من قاله أجاره الله من شر نفسه، كفاه الله من نفسه، وأجاره الله من كيد الشيطان، ولم يصب ولم يقع في الشرك ولا في شرك المعاصي، ومات بخير وعاش بخير ومات بخير.